السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ يعني استوديو جديد، يعني أكتر عاملين هنا رينج لايت، عاملين بتاع في هنا في شغل، يعني في نوش وفي صرف بصراحة إلى حد ما. تمام. بس يعني العمل حقيقة 80% أو 90% من الكلام ده هو صاحبي وصديقي جون محسن. تمام. هو ديزاينر وليه في الألوان وشاطر وبتاع، هو اللي مرتب الدنيا دي، ماليش في الإضاءات والتصوير والكلام ده. فهتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. هو لو انت عايز تعمل ديزاين، هو بتلاقي عامل فيديوهات تعليمات ديزاين وجرافيك ديزاين وكده، هتلاقيها تحت في الديسكربشن. تمام. في خبر وحش وخبر حلو. نبدا بالوحش. خبر وحش ان عندي انفلونزا. تمام. معلش بقى، هتلاقي صوتي ضايع، صوتي وحش، بتاع باخد نفسي كده، يعني ايه، استحملني معلش. بس الواحد ايه، اديله كذا يوم تعبان. ده خبر وحش. خبر حلو ان شاء الله ان ده اول فيديو في سلسله هنعملها اسمها سلسله فيديوز قبل الجامعه. سلسلة هتستفيد منها وتتعلم منها وتشوف يعني أنا أخطأت في إيه فأنت تتجنبها، فإن شاء الله حياتك الجامعية تبقى أفضل بكتير مما كنت أنا عليه. فدي سلسلة إن شاء الله هنعملها. دي أول فيديو ليها، يعني هوضح لك كده بكل بساطة. أول ترم في كلية صيدلة، إيه المواد اللي فيها، والمواد دي بتتذاكر إزاي، أو بغض يعني بالظبط يعني. هنحكي في إن صيدلة بكل بساطة، أول ترم في كلية صيدلة بينقسم إلى قسمين كبار. القسم الأول هو قسم المواد الأساسية، المواد اللي هي مكملة معاك، المواد اللي هي الكور أو الأهم المواد اللي في الكلية. القسم التاني هي المواد التكميلية أو المواد اللي بتساعد بس، وهي تاخدها ترم أو ترمين وبعد كده مش هتاخدها تاني. فده القسمين هنبدأ بيهم. فاعمل لايك وسبسكرايب وشير، تمام، عشان نستفيد في الفيديو ده. ممكن تبعت ده الفيديو ده لجروب الدفعة عشان لو عايز تستفيد يعني وكده وتفيد غيرك. ف يلا بينا. قبل ما ابدا هستشهد بقول ابو الصيدله وهو ابن البيطار. ابن البيطار قال: لا يجمع شتات هذا العلم الا من لديه حذق وامانه. يعني إيه حذق؟ يعني ذكاء. لا يجمع شتات هذا العلم الا من لديه حذق وامانه. وابن البيطار لو ما تعرفش، هو ليه كتاب مشهور اسمه الكامل تقريبا في الاعشاب، كان طبعا صيدله اصل اعشاب يعني. وبيتكلم ان كل عشب ازاي تحضره، ازاي تعالج بيه، ازاي اصلا يعني بيسموها وصفه العلاجيه دي، ازاي هو بيشتغل بالحدود اللي كان يعرفها في هذا الوقت. فلا يجمع شتات هذا العلم الا من لديه حذق وامانه. فلازم يكون عندك ذكاء عشان تجمع شتات هذا الفن، ولو ما عندكش قدر كبير من الذكاء، وده مش شرط على فكره، يعني مش كل يعني الذكاء مش شرط عشان توصل. المجهود هيوصل. لو ذكاء ومجهود هتوصل لحته اعلى بكتير. تمام. فلو عندك، لازم عندك ذكاء ولازم عندك امانه. ثلاث مواد قلت لك، كل ماده نحكي فيها اربع حاجات. نبذه عن الماده، ازاي تذاكر الماده، المقررات اللي بتفتحها الماده، لان انت عارف ان الماده بتفتح ماده والكلام ده تلاقيه في فيديو الجي بي اي اللي انا عملته، هتلاقيه تحت الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن. واخر حاجه، الماده دي بنعمل بيها ايه في سوق العمل بعدين، لان طبعا انت مش في الترم الاول هتكتشف يعني الماده دي فايدتها ايه في سوق العمل. تمام. انت بتاخد دلوقتي بيزك، تاخد اورجانيك 1 2 3 4، بعد كده تبدا ميديسنال. من اول ميديسنال بتعرف بقى ازاي بنعمل بيها. تمام. بس انا اقول لك عشان تفهم ان الكلام ده مش كلام وخلاص، يعني كلام فعلا هتستفيد منه قدام، وهتستفيد منه كمان في مجال شغلك يعني. تمام. فاول ماده وهي الاورجانيك. طبعا انت خدت في ثانويه عامه العضويه، طبعا الكلام البسيط جدا عن العضويه الكين الكاين. وقعدت مع مستر خالد صائر طبعا الكين الكاين. هتدرس نفس الكلام، بس هنحط شويه حاجات زياده. رقم واحد هنحط الميكانيزمات. تمام. ومش كل طبعا هيبقى كل حاجه فيها ميكانيزمات، بس لازم تفهم يعني ايه اصلا، اشمعنى في تفاعل مثلا الميثايل مع الكلور، اشمعنى بيطلع لينا الكلوروفورم اللي هو سي سي ال 4. تمام. ايه الستبس اللي بيمر بيها، إيه يعني ايه كلمه لون بير، اللون بير بيتحرك من هنا الكترون ويزدروينج، الكترون دونيتنج او جاذب الالكترونات، سحب الالكترونات، الرابطه، إيه اللي بيحصل للرابطه. تمام. كل الكلام ده بتبدا تتعلمه في الصيدله، بتبدا تتعلم فعلا الكيمياء حقيقه بتاعه الدواء ازاي بتتعمل. ليه؟ عشان بعد كده، وده اللي هقوله لك قدام، بعد كده تعرف تستفيد منها. تمام. يبقى نبذه عن الماده، هي بكل بساطه شبه العضويه بتاع الثانويه العامه بشكل كبير، بس على توسع اكبر وعلى شويه تفاصيل جوه التفاعل نفسه. ليه ده حصل؟ ليه ده حصل؟ يعني ايه اصلا اللون بير؟ يعني ايه كلمه لون بير؟ يعني اللي هو زوج الحور الالكترونات يعني. يعني ايه الكترون نيجاتيفيتي اللي هي السلبيه الكهربيه. تمام. يعني ايه الكترون ويزدرونج، الكترون ويزدونيتنج. كل المفاهيم دي هتبدا تتعرف عليها في اورجانيك 1. ده رقم واحد. رقم اثنين، اورجانيك 1 ذكاء ازاي. ثبت المعلومه دي في الثلاث مواد الاساسيه او كل مواد تقريبا. احضر محاضرات، خاصة انت لسه في سنة أولى، احضر محاضرات. سيبك يقول لك فاكس محاضرة ولا نقعد تحت، عشان أنا غلطت في الحوار ده وأحيانا كنت بكبر دماغي.
كنت بنزل يوم الاربعاء نقعد تحت نقعد نهزر مع الشباب وكده، فده مش يعني انا ده شيء انا مش حلو انا عملته يعني. تمام. فاحدى محاضرات خاصه انت لسه صغير، فانت مش عارف ايه المحاضرات المهمه، ده هيجي ازاي، ده مش بيجي ازاي، فاحدى المحاضرات على الاقل لحد الميد لحد ما تعرف الدنيا ماشيه ازاي. رقم واحد. ورقم اتنين انك حاول تكتب ورا الدكتور يعني لما اقول الكلمه دي الناس تكتب كل حاجه، انا كنت بكتب ورا الدكتور حاجات بسيطه، فاهم؟ ركزوا على دي ركزوا على دي واكتب كلمه، واخد بالك؟ طبعا في الاول انت هتبقى مخضوض ومش فاهم اللي بيحصل وتحس ان انت بس اللي مش فاهم بتاع، لكن انتوا كلكم مش فاهمين عادي مفيش مشكله. فاكتب ورا الدكتور حاجات المهمه، كلمتين ثلاثه اللي تكتب وراه، يعني كل واحد وحريته. تمام. مش لازم تكتب كل كلمه لانه يعني بيشرح كتير خالص. تمام. فاكتب ورا بس كل كلمه، مش كل كلمه اسف، اكتب ورا بس الكلام المهم اللي بيعلم عليه. تمام. في بالنسبه للاورجانيك حاول المركبات يعني تفهمها اكتر، يعني ماده الاورجانيك وبعد كده مادتها ماده فهم. تمام. ما قدرتش تفهم توجه للحفظ، هو يعني اصعب بكتير من الفهم بس يعني ده الموجود. تمام. لو انت عايز تعرف تذاكر الاورجانيك منين او ايه القناه اللي بتشرحها، انا عامل فيديو هسيبه لك تحت في الديسكربشن برضه، افضل 5 قنوات هتلاقيها على اليوتيوب، او اكتب هسيبه لك تحت في الديسكربشن عادي، افضل 5 قنوات لتعليم كليه الصيدله، هتلاقي انا عملت فيديو ومشارح كل حاجه بالتفصيل. تمام. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الاورجانيك 1 زي ما قلت لك، اورجانيك 1 اورجانيك 2 3 4، ممكن 4 دي ما تلاقيهاش شويه بس يعني بتبقى موجوده في الجنرال بالذات. بعد كده تفتح ميديسنال 1 2 3، في حوالي 7 مواد. فالقسم ده انت هتعيش معاه يعني هتعيش شويه في القسم اللي هو الكيمياء الطبيه، وده من اهم اقسام كليه الصيدله، واللي شغل المصانع غالبا بيعتمد على القسم ده. تمام. ف 1 و2 3 و4، عشان كده حاول بقدر الامكان تذاكر 3 مواد اساسيه، عشان ما لو انت شلت لا قدر الله في ال3 مواد دول هتتعب، هتضطر تاخدها في الترم الجاي، بعد كده تاخد سمر، بعد هتدخل في دوامه. فالمواد اللي ليها بريكوست او مقدمات لفتح الماده لازم تهتم بيها واوعى تشيلها. تمام. واوعى تشيل في الترم الاول عامه يعني، لان مش بس ده اثر على الجي بي بتاعك، تمام، لكن اثر على نفسيتك، هتلاقي النفسيه بتاعتك وهتكره الكليه وتحس الكليه صعبه وهتكره حياتك. تمام. فارجوك يعني ذاكر، والماده دي بالذات محتاجه مذاكره شديده شويه. فدي ثالث نقطه. رابع نقطه هتستفيد منها في سوق العمل انت المفروض انت بتتعلم مثلا معذره، انت بتتعلم مثلا ماده زي البروفين ايبوبروفين. تمام. لو حوشنا مجموعه هيدروكسيد، يعني انت هتاخد الاستراكشر بتاعتها، استراكشر كبير شويه مش كبير قوي يعني، هتاخد السكتشر بتاعتها. طب مثلا ايه اللي حوشنا هيدروكسيد، طب حطينا هيدروكسيد، حوشنا اكسجين، حطينا اكسجين، الميثايل. ليه مثلا كانت في ادويه زمان وماتت، طب ايه التحديث اللي بيحصل في الادويه، ايه اللي بيأثر على البايو افيلابيلتي، طب لو حطينا مجموعه هيدروكسيد الذوبانيه بتاع الدواء هيكون افضل، الاكتيفيتي بتاع الدواء هتكون افضل. تمام. الشكل الفراغي للدواء نفسه بيفرق. تمام. لازم تفهم ده، الدواء ده شيء يعني ده سبته الدواء بيمسك فيه، اتغير الشكل الفراغي بس للدواء الدواء ما يمسكش. عشان كده تاخد حاجه اسمها ار او اس او مع عقارب الساعه كده، عقارب الساعه الشاهد يعني ان الشكل الفراغي للدواء بيأثر. ماده زي البروفين شراب مثلا، هي ماده مركب الاثنين عكس بعض فدمجناهم في مركب واحد. تمام. مش تفهم الكلام ده قوي غير لما تاخد 2 3 و4 بعد كده ميديسنال، ولكن صدقني ماده صعبه جدا وماده مهمه جدا جدا في التصميم، يعني مهمه، هي ماده مصانع اصلا. تمام. فده استخدمها في سوق العمل. يبقى دي اول ماده وهي ماده اورجانيك 1. تاني ماده وهي الميديسنال بلانتس، او امثل ما احب اسميها انتروداكشن تو كوجنو، لان انت بتاخد بعدها كوجنو 1 و2 وكده. في ملحوظه بس، لما انت تيجي تقول لحد مثلا اي حد في صيدله عايز يستفيد منه، يعني انا باخد ميديسنال بس قصدك على ميديسنال بلانتس، هو مش هيفهم، لان كلمه ميديسنال او سيوتيكال معروفه عندنا بميديسنال اللي هي بتاع الكيمياء الطبيه. احنا مش ما نعرفش الميديسنال بلانتس اللي هي بتاخد ماده ومش اساسيه، يعني اسف يعني مش مهم، هي انتروداكشن بس. تمام. فانت لما تقول لحد انا باخد ميديسنال بلانتس عشان تفهم او يفهمك انت بتقول ايه، لان ميديسنال يعني ده شيء صعب وغتت وهتبقى حياتك بيه بس قدام شويه، لكن ميديسنال بلانتس دي ماده مختلفه تماما. تمام. فنبذه عن الماده، انا عملت تقريبا شرحت اول محاضرتين فيها، هتلاقي رابط تحت الديسكربشن يعني عشان تفهم المقدمه بتاعتها عامله ازاي. هي بكل بساطه بتفهمك اساسيات النباتات، برايمري ميتابولايت، سكندري ميتابولايت، يعني ايه الخلايا كولينشيميه برانشيميه سكالرانشيميه، هتاخد كل ده طبعا، تاخد كل ده بشكل موسع شويه. تمام. هتفهم انتروداكشن تو كوجو، النباتات عامله ازاي جوه مثلا، هتلاقي شرح تحت يعني كلمه بكتين يعني ايه جلوكوز يعني كذا، يعني ايه مثلا زي الاميليز ده الاميليز ده بيكسر رابطه ايه في النباتات، كل الكلام ده. تمام. دي نبذه عامه عنها. الحاجه الثانيه ان انت ازاي تذاكر الماده دي للاسف ويعني وهو مواد، يعني القسم ده عامه قسم مليان حفظ،
حاول تفهم على قدر الامكان، وحاول مثلا تبصمج او حاول تبقى ذكي في الحفظ. مثلا تعلم ده بده، تعلم ده بصوره ما عندك، مثلا تعلم ده بحرف معين، تعلم ده بشيء معين، لان الماده دي مليانه حفظ، وبص هتحس انك بتكره حياتك. عشان كده انا بنصح انك تشوف المحاضره اللي انا شرحتها وكنت بشرح فيها ازاي. انا للاسف ما كملتش الشرح لان ظروف مختلفه يعني، لكن اسمع المحاضره دي، اول محاضره بالذات حتى دلوقتي يعني، مش شرط اول تدخل ماده، هتفهمك كتير عن الماده عامله ازاي. تمام. يبقى دي ثالث نقطة. رابع نقطة استخدامها في سوق العمل. أنت في سنة رابعة أو سنة خمسة هتعمل مشروع تخرج. تمام. إن أنت بتجيب نبات تستخلص منه مادة فعالة. تمام. والمادة الفعالة دي إزاي تحولها بقى لبرودكت بيتباع. فاهم الفكرة؟ أنت بتستخلص مادة فعالة، والمادة الفعالة تحولها لبرودكت يتباع، اللي هو بنسميها ناتشورال برودكت. فكرة الناتشورال برودكت أصلا اللي بيعملها صيادلة وبتتباع بأرقام، خلي بالك، بس لو عرفت تعملها شوية ماركتنج حلوين. انت كمان بتشتغل في المصانع، بتتاكد مثلا لو نبات جاي معين ده شكله ايه، اسمه ايه، تركيزه ايه، الكلام ده كله. كل الكلام ده بيفيدك في هذا القسم يعني. النقطه الاخيره ان القسم ده المواد بيفتحها، هو بيبقى في الاول سمبلانس، بعد كده عندك كوجن واحد، كوجن اثنين، اسمها فايت واحد، فايت اثنين، فايت ثيرد، حوالي 6 أو 7 مواد. طبعا ده مش لازم يعني الترتيب ده مش لازم يكون قانون في كل الجامعات، ولكن بقول لك الشائع يعني، اول ما كان موجود عندنا في جامعتنا يعني. فالقسم ده مهم في ان هو زي ما اقول لك، بس عايز حفظ شويه، وعايز انك تكون حفيظ شويتين ثلاثه يعني. دي الماده الثانيه. الماده الثالثه هي ماده الاناليتيكال او قسم التحليليه بشكل عام. ماده الاناليتيكال ماده لذيذه، ماده حلوه، هو قسم كله لذيذ، وهتلاقي معظم اللي شغال فيه بنات، مش عارف ليه يعني. هتلاقي معظم الاناليتيكال معروف، ومعظم الكلمه الطبيه بيبقى رجاله، سبحان الله يعني. فهو قسم لذيذ، قسم لطيف. نبذه عنه ان هو قسم، ان هو الاناليتيكال زي ما قلت لك، انت كنت تاخد في ثانويه عامه حاجه اسمها الكيمياء الوصفيه والكيمياء التطبيقيه او التحليليه، اللي هي بنسميها كواليتيتيف وكوانتيتيف. كواليتيتيف اللي هي الوصفيه، ده بشغلتنا، بالشغل بتاع علوم اكتر. كوانتيتيف هي دي شغلانتك. تمام. تمام. يعني مثلا ازازه الميه دي مكتوب فيها مثلا 5% كلور، 5% صوديوم مثلا. تمام. ممكن ايش عرفني انك صادق؟ ممكن تكون كذاب يا اخي، ممكن يكون فيها اكتر، ممكن يكون فيها اقل. تمام. اللي بيعمل الكلام ده هو صاحب الكيمياء التحليليه، او يسموها الكيو سي او الكيو اي. فهي الماده دي بتعرفك كوانتيتيف اناليسيس بمختلف بقى الكوانتيتيف او وسائل التحليل الكيميائي اللي انت هتبدا تعرفها. طبعا انت بتاخد بيزك في الاول، بعد كده تبدا تترقى لوسائل التحليل، وسيله ورا الثانيه ورا الثالثه، لغايه ما تخلص القسم ده. تمام. دي نبذه عنه. ازاي تذاكروا القسم ده؟ احيانا فيه مسائل تمام شبه بتاع الثانويه العامه، مزيادات اكتر شويه. تمام. مسائل صعبه هتلاقي شارحها دكتور عماد دوير، وزي ما قلت لك هتلاقي سايب لك فيديو عن افضل 5 قنوات بتشرح، هتلاقي تحت في الديسكربشن، فده هيفيدك بشكل كبير. رقم 3 طبعا زي ما قلت لك تفتح اناليتيكال 1، اناليتيكال 2، انسترومنتال، وبعد كده في اخر حاجه اللي هي ممكن لو خدت ماده الكتيف كانت اللي هي الكيو سي والكيو. طبعا زي ما قلت لك الترتيب ده مش في كل الجامعات، ولكن ده الشائع، او عندنا جامعه في جامعه المنيا. أرقم الحالة الأخيرة استخدام سوق العمل بيبقى في المصانع. المصانع هل زي الكيو اي، الكيو سي، كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول، ده بيبقى اكتر شغلهم، ولكن للاسف يعني بيبقى اعداد قليله. تمام. لكن بيبقى مطلوبين والله. خلي بالك لو بحثت عن الكيو سي والكيو اي هتلاقي اجرهم مرتفع جدا، يعني الاجر اللي بياخدوه عالي، عالي فعلا يعني. هم بيعانوا عدد قليل بس الاجر بتاع لو انت اشتغلت في مالتي ناشونال مثلا، مصنع مالتي ناشونال، هتكون عديت فعلا. دول الثلاث مواد اساسيين. نقطه اخيره بس، ان زي ما انت عارف ان الماده فيها عملي ونظري. انا كل الكلام ده كان كلام عن النظري. عملي بكل بساطه في ماده الاورجانيك غالبا هتعمل اللي هي بتستخدم الكواشف، تكشف عن الجلوكوز، عن السكروز، عن الكلام ده. في ماده التحليليه عملي، هتلاقي عملي تحليليه، هتلاقي بقى اللي هي البيبت والبيوت، فاهم؟ وهتلاقي معظم الناس بتتكلم على العامل التحليليه، معامل لذيذ. تمام. الاشطر فيه بيكون البنات لانه بيعتمد على الالوان، وانت عارف ان الرجاله يعني ما حته الالوان دي مش معدومه، فاهم؟ ولازم تبدا تفهم بين البيربل والفايلوت، خلي بالك، عشان هتلاقي حاجات كتير في بيربل وحاجات كتير فايلوت، فما تعرفش ايه الفايلوت ده وايه البيربل، وانتوا مين واحنا مين يعني. انا كنت بنقص بسبب الحوارات دي، فاهم؟ فالعمل بتاعها لذيذ حلو بصراحه، ويعني بتبقى عندك مجموعه ادوات هم بيوريك انت بتستخدمها ازاي، عشان تتاكد ان نسبه ان ازازه الماء دي فيها 5% صوديوم مثلا. دي عمل التاني. عمل التالت وعمل اسمه ايه ده، الميديسينال بالانس، بيكون عمل سهل يعني. بيقول لك مثلا بيوريك سلايدات
عن الخلايا الكولينشيميه، البارنشيميه، السكالانشيميه، يعني فاهم. العمل بتاعها بيكون سهل، عباره عن شيت وعملي وهسيب لك فيديو برضه انا اتكلمت عن نظام عام كل الصيدله، هسيب لك الفيديو تحت الديسكربشن. ده بالنسبه للعملي، عملي سهل ما تخافش، لطيف يعني، هو النظري بس اللي انت هتعاني منه. تمام. نقطة تانية قبل ما أخلص 3 مواد دول، وقلتها بكذا مرة قبل كده، أرجوك وأنت داخل أول سنة وأنت داخل الترم الأول، فكك من جو إيه أنا هذاكر على الفاينل وهلم في الآخر، ويا عم مذاكرة إيه، ويا عم أنت شكلك في سنة أولى، ويا عم كبر دماغك، كله بيتلم، ودخلت بربع المنهج ودخلت نص المنهج. لا يا اسطى، لو دخلت بنص المنهج والله هتسقط، أو ربع المنهج، خلينا عشان نكون الحلفان، والله هتسقط بجد. نسبة السقوط عندنا في الترم الأول سنة أولى كانت تلت الدفعة، يعني تلت الدفعة سقط في عدة مواد والله، فاهم. زائد إن الجي بي إيه بتاع سنة أولى وتانية بيفرق جدا، من بعد أولى وتانية هتلاقي الجي بي إيه بقى التراكمي عشان يتحرك معاك ربنا بقى، هو كل شوية عمالة 1/10. فلو شديت حيلك في الترم الأول فعلا هتعدي. في سنة أولى عامة أنا اللي كان شايلني طول السنين هو الجي بي إيه بتاعي في الترم الأول، كان أعلى جي بي إيه أنا جبته يعني، فاهم. فركز في النقطتين دول. دي بالنسبه للمواد ايه الاساسيه. بالنسبه للمواد التكميليه، انت عندك دي بقى بتختلف من جامعه لجامعه بشكل كبير. تمام. في جامعه يعني مثلا الاساسيين، او اللي انا اعرف معظم الجامعات بتاخد حاجه اسمها ترمينولوجي. ترم يعني مصطلح، واولوجي يعني طبيه، تمام، مصطلحات طبيه. هتلاقي برضه فيديو انا عملت عنه هسيبه لك تحت الديسكربشن. مصطلحات طبيه، ممكن المصطلحات الطبيه دي عامله ازاي، الدنيا دي بتمشي ازاي. طبعا هي ماده مليانه حفظ، تمام. يعني مثلا الاستومك يعني معده في الانجليزي، في اسمها جاستك. اشمعنى جاستك؟ عشان هي لاتيني، فاهم؟ هي لاتيني، ما طلعنا لها جاستك، سبحان الله. فاهم يعني كلمه اكتومي، تمام، اكتومي يعني استئصال، فاهم. وحاجات كتيره زي كده. تمام. بتبدا بقى يعني هتبدا تحفظ الحاجات دي. هي متعبه شويه في الاول، لكن بعد كده هتلاقي الموضوع سهل، واخد بالك، وهتلاقي الموضوع جامد ولذيذ والدنيا بتمشي يعني. قسم كان عندنا قسم الترمينولوجي ده، او هو تبع قسم الفارما، كان قسم لذيذ يعني. تمام. او الماده كانت لذيذه بمعنى صح. ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن تلاقي ماث. ماث برضه مهم، عشان هتلاقي عشان الكاينيتيك والكلام ده. هتلاقي هيستوري اوف فارماسي، بيقول لك تاريخ الصيدله عامله ازاي من ساعه ما بدات ايام الرومان، فاهم، ما قبل الرومان تقريبا، لغايه ما وصلت للعصر الحديث، وازاي طلعت، وازاي شركات الادويه والكلام ده. واخر حاسب آلي. حاسب آلي كان عندنا عملي ونظري. كنت بحضر العملي بصراحه، مش بحب النظري. بتعلم ده اكسل ولا بتعلم شويه حاجات لطيفه يعني. تمام. ممكن تلاقي اكتر من كده، ممكن تلاقي انجلش مثلا. كل ده على حسب كل جامعه، على حسب لائحه كل جامعه. تمام. يبقى دي المواد التكميليه. يبقى انت عندك مواد اساسيه ومواد تكميليه، وده شرح واستعراض بسيط جدا انت هتقابله في الكليه. تمام. تمام. فده بكل بساطه، عشان يعني ما نطولش اكتر من كده. حاول زي ما قلت لك اسمع الفيديو ده تاني، او ابعت الفيديو لجروب الدفعه، تمام، عشان الفيديو فيه شويه افادات لطيفه يعني، وان شاء الله تجيب اعلى الدرجات. وركز في التقدير خاصه في سنه اولى. تمام. بطل لعب. واخيرا يعني نصيحه مني انك تشوف فيديو بتاع الاتحاد. تخش الاتحاد ولا لا، اسيبه لك تحت برضه، وعشان هيفيدك يعني. هتلاقي بتوع الاتحاد بتقولوا لكم دي بقى وتعالى نعمل اورينتيشن، تعالى نعمل اورينتيشن، وتعالى مش عارف نعمل ايه ونعمل ايه والكلام ده. فشوف الفيديو هتستفيد منه، واعمل لايك وسبسكرايب عشان صارفين على المكان وبتاع، ونقول له مبروك على المكان والله، عشان انا تعبت فيه وصاحبي جون تعب فيه بصراحة. فقول له مبروك على المكان يعني. بس كده. السلام عليكم.